دكتور، نجم نصوموا إلا لا؟ هذايا السؤال نعاودوا نسمعوه كل رمضان، خاصة العباد اللي عندها أمراض مزمنة، ونعاودوا معه السؤال: هل الصيام في حد ذاته يضر ولا ينفع البدن؟ باش نحكيو من ناحية علمية، فإنه صيام رمضان ماهوش هو الصيام المتقطع، لأنه الصيام المتقطع مسموح به أنك تشرب السوائل ومدة الصيام تكون محدودة، فإنه صيام رمضان تنقطع عن الأكل والشرب لساعات أطول. فما بعض الدراسات اللي تعملت على صيام رمضان وأثبتت فعلا أنه فما فوائد على الجهاز الهضمي. اولا، الجهاز الهضمي يحسن الميكروبيوتا انتستينال، يعني البكتيريا النافعه، لانه باش يرتاح الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان. كيف الصيام يحسن من الميتابوليزم تاع البدن وينقص من مقاومه الانسولين. حاجه اخرى، الصيام يخفف برشا اعراض كيما النفاخ والجاير وغيرها. ولهنا ننبهوا انه برشا قلق يظهر مش وقت الصيام، وانما بعد شقن فطر، لانه تبلبيس في الماكله يخلي برشا اعراض تزيد. ولكن من ناحيه اخرى، رمضان والصيام في حد ذاته ينجم يقلق برشا مرضى، هذاك علاش ربي رخص لبعض المرضى انهم يفطروا في رمضان. المريض لهنا يلقى روحه في حرج، ما يعرفش شكون يسال المفتي يقول له تبع كلام طبيبك، والطبيب في بعض الحالات ما يحبش يعطيه إجابة. لذلك سلسلة الحلقات اللي باش نعملوها هذه باش نحكيو على أمراض الجهاز الهضمي المنتشرة كما القرح، القولون العصبي، مرض الكرون والإرسياج، أمراض الكبد المزمنة. شكون المرضى اللي ينجموا يصوموا وشكون لا، وفي حالة صاموا شنية النصائح اللي لازم يتبعوها باش ما يصيرش قلق في رمضان. ملاحظة مهمة للعباد اللي عندهم أمراض مزمنة، هذوما لازمهم يعملوا كونسلتاسيون مع طبيبهم قبل رمضان، على خاطر إذا كان باش يصوموا لازم يعطيهم نصائح خلال فترة الصيام، يبدل لهم أوقات الدويات، وربما يزيدهم الدويات باش تحميهم في رمضان. وإن شاء الله رمضان مبروك للناس الكل.